صباح الفل. لايف جديد مع احمد كريم. بصوا، في طريقه نصب معروفه لبعض الناس ومش معروفه لبعض الناس. ازاي اما بتيجي تخش مثلا محطه بنزين او تعدي من جنب واحد بتاع كاوتش، يروح قايل لك ايه؟ العجله اللي قدام يمين كسره. هو ليه بيختار العجله قدام يمين؟ هقول لك. بص يا معلم، العجله قدام يمين اهي، فانت اما يجي يوطي مش هتشوفه، اللي هتشوفه العجله اللي ورا في اليمين، تمام؟ بتبان في المرايه. وهنا العجله اللي ورا في الشمال بتبان في المرايه. وفي نفس الوقت العجله اللي قدام في الشمال انت شايفه، ممكن تطلع راسك من الشباك. فبالتالي هو بيختار اكتر عجله يعني بتكون سهله بالنسبه له. بيبقى في ايديه حاجه كده، هوبا بيخبط على الكاوتش، يا باشا العجله هي ضربه. وطبعا النوع ده من السرقه غالبا بقى بتلاقيه يقول لك ايه؟ العجله دي عايزه 10 خوابير وكل خابور ب 30 جنيه، في حين اللي هو ممكن اصلا موضوع اصلا يتلحم لحمك وما يبقاش مكلف كده. ممكن يدفعك ثمن الكاوتش. وانا واحد صاحبي، اخو واحد صاحبي، دفع ثمن فردة الكاوتش 500 جنيه تقريبا في العجله. الكلام ده زمان يعني. فخلي بالكم من النقطة دي. أنا ذات نفسي من حوالي 10 سنين تقريبا، يعني 8 سنين 9 سنين 10 سنين، كان معايا عربية هوندا، وحصل معايا الموقف دوت عند نزلة المحور. نزلة المحور دي اتعمل قبل كده حلقة في ناس بقى بتاعت الكاوتش وانا رايح ناحية اكتوبر. في حلقة اتعملت زمان على الموضوع دوت من حوالي 3-4 سنين، وعملت صدى والناس دي قفلت، وبعد كده رجعوا تاني يوم فتحوا. ما اعرفش ازاي، بس يعني ايه، هم قفلوا يومين 3 كده ولقوا الدنيا ما فيش حاجة، راحوا فاتحين عادي. لكن انا ذات نفسي حصل معايا موقف هنا، والراجل خد مني فلوس كتيرة جدا. يعني خد مني حوالي 80 جنيه. كان بيطلب الاول حوالي 200 جنيه، وفضلت فاصل معاه اقول له ازاي؟ انا جاي لك بقول لك العجله بتكسر بس مفيش، وبرده العجله قدام يمين. ممكن يكون ناس منكم حصل معاهم الموقف دوت. عموما عرفوا الناس، خلي الناس تخلي بالها. اشوفكم بخير. السلام عليكم.